اهلا بيكم في حلقة جديدة يا دكاترة الكورة، والنهاردة 5 نوفمبر. ما بيفكركش بحاجة التاريخ ده؟ يعني ما بيفكركش بالخمسة بتاعة البيتسو موسيماني؟ ولكن طبعا بالنسبة لنا كأهلاوية هي 5 بيتسو ايزي ماتش. لكن بالنسبة لنادي الزمالك ماتش عادي 5-3، يعني فرق 2 بس، فرق هدفين. هو ده الفكرة، هو ده الفرق، هي دي المناوشات اللي احنا بنحبها. لكن نعديها لا. تعالى بقى، غير المناوشات دي الظريفة دي، تعالى بقى اكلمك في موضوع تاني وهو مرتضى منصور. طبعا احنا عارفين ان مرتضى منصور بيطلع يهري من الساعة 12 بالليل لحد الفجر، كمية هري غير طبيعي. انا مش زعلان على الهري اللي هو بيهري، عشان ده مش غريب علينا، يعني مش غريب على اي حد. لكن الفكرة بقى لما تشوف ان في قاعد حواليه 5 افراد او 5 اشخاص، وال5 اشخاص دول مفيش واحد فيهم يا اخي بينطق. هو واخد بس، هو فاتح زي ما بيقولوا كده، فاتح لايف وشغال مع حاله، ولا حد بيرد عليه ولا حد بيتفاعل معاه، والناس كلها بتتريق عليك وتضحك عليك، والزملكاويه قبل اي حد تاني. وكميه عبث بيطلع كل يوم. يا اخي انت لما تكون بعيد عن الصوره نادي الزمالك بيبقى احسن. نادي الزمالك بجد ما بيكونش ناقصه حاجه، لا، الامور بتبقى ماشيه في نصابها السليم. لكن وجودك بيربك الدنيا، وخلافاتك الشخصيه ودخول كل الامور كلها بتخش في بعض. يعني انت بالنسبه لك الامور كلها عندك بتخش في بعض، ومن الاخر تطلع بكل سذاجه نعرف ان انت ممنوع من السفر باعترافك. احنا كلنا عارفين ان انت ممنوع من السفر، ولكن بقى باعترافك ان انت تقول الخطيب في فرنسا، والخطيب في الامارات، والخطيب مش عارف فين، وانا يمنعوني عن السفر ومش عارف ايه. طب ما هو من ايه منعوك عن السفر؟ من كتر مشاكلك، ومن كتر بلاويك، ومن كتر ما الناس كلها رافعه عليك قواضي، وهزقت الناس كلها، ومفيش حد بيحترمك. طب ليه توصل للحد ده؟ وفي واحد تاني عايز الوم عليه، وهو مصطفى يونس. مصطفى يونس على فكره مفيش حد اهلاوي بيحترمك مجرد الاحترام. فده انت خلاص مفيش لحد، خلي بالك ده اهلاوي ولا زملكاوي، لان انت انسان متلون اساسا، عامل زي التعبان كده بيتلون. طب فهو محدش فعلا بيحترمك، دي حقيقة. انا مش عارف انت بتواجه عيالك ازاي، وبتواجه اهل بيتك وناسك ازاي بشكلك والناس كلها عارفة ان انت بقيت متلون، وتقول ان ادارة النادي الاهلي ما جالوش لسه تعليمات ان هو يطلع يتكلم او ان هو يتصالح مع مرتضى منصور. يتصالح مع مين؟ يتصالح مع واحد هزق مصر كلها، ما سابش حد في مصر غير لما شتمها وهزقها؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يطلع الباشمهندس محمد سراج الدين ويطلع يتكلم يقول يا جماعة العبث ده لازم يقف. واحد طالع على قناه من قنوات الدوله، قناه نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده نادي شويه، نادي قليل؟ ما هوش نادي قليل. ان هو يطلع يهري ويهزي في اي كلام، في اي كلام حقيقي يعني. ده بالنسبه لموضوع مرتضى منصور، واتمنى ما اتكلمش عنه تاني خالص، ونخلص بقى من القصه دي على خير. القصه التانيه بقى وهي قصه الحكام، كلاتنبرج، واللي بيحصل ما بين كلاتنبرج وما بين الحكام يا جماعتنا. ان احنا بنيجي بعد كل جولة يعني يحصل اجتماع فني، تمام كده، حلو الكلام، سهل وبسيط. بنقعد قاعدة كده نقول والله حصل ايه في ماتش الاهلي والداخلية، حصل ايه في ماتش الزمالك وام بي، حصل ايه في ماتش مش عارف مين ومين، تمام كده، ده طبيعي. طب بس الفكرة بقى في حاجة، ما تنساش ان انا قايل لك قبل كده ان عمنا كلاتنبرج مش فاضلنا، وان اتحاد الكرة بتاعنا نايم في مية المخلل، فهو مش فايق لنا اساسا. يعني اتحاد الكوره مش فايق لنا اساسا، فكلاتنبرج اساسا يرد عليهم فويس نوت بقى، شوف بقى على الواتساب ولا على ايه، يرد عليهم بفويس نوت. الكلام ده حقيقي والله، يرد عليهم بفويس نوت. يعني هي الدنيا التحكيم والكرة في مصر بتدار بالشكل ده، بتدار بالعشوائية والشكل الهزلي ده؟ هي مصر دي قليلة ولا الدوري المصري ده قليل ان هو يحصل فيه كده كمية الهري؟ اصل اللي انا بقوله ده لا يطلق عليه غير ان هو اللي بيحصل فينا ده اسمه هري وعتا، واحنا ناس معتوها ان احنا قاعدين بنشوف الكلام ده وساكتين. فنتمنى من اتحاد الكرة المبجل المعظم
إن يشوف لنا حل، يعني يشوف لنا حل في القصه بتاعت التحكيم دي. اصل فعلا على راي يعني الناس اللي بتقول احنا ما نبقاش في الاسبوع الثالث لسه وبنتكلم كل شويه عن التحكيم وغلطات التحكيم وكلاتنبرج موجود لا مش موجود، لا مش عارفين وظيفته ايه. ما تخلوش الواحد بقى يلقى مش عارفين وظيفه كلاتنبرج ايه. فاحنا عايزين نعرف ايه وظيفه كلاتنبرج. موضوع كمان وهو بدر بنون. بدر بنون اللاعب اللي جاي من نادي محترم، من نادي عظيم، من نادي عريق اسمه الرجاء البيضاوي، لنادي أعرق منه وهو النادي الأهلي المصري، ثم انتقل إلى قطر. طيب حصل إن في مناوشات وكلام من إدارة بيراميدز وعبر وكلاء عن طريق نادي الزمالك إن هل بدر بنون يحب إن هو يرجع مصر. ما تنساش إن نادي الزمالك عنده الونش مصاب، والونش ده واحد من أفضل مدافعين منتخب مصر واللي موجودين في مصر بالتحديد يعني. فطبعا غيابه اكيد مؤثر بالنسبه لنادي الزمالك، واحنا عارفين ان هو يغيب حوالي 4 أو 5 شهور، ففتره كبيره يعني. فنادي الزمالك كان بيفكر في بدر بنون، لكن الراجل ادبه واحترامه طلع ونهى الكلام كله. قال انا اقدر الشعب المصري وبحب الكره المصريه وبحب الدوري المصري، بس انا يوم ما هلعب او هفكر اني هرجع مصر تاني انا مش هينفع ارجع غير على النادي الاهلي، لان انا كان كل البطولات معايا وكان ينقصني دوري ابطال افريقيا اللي كسبته بفضل النادي الاهلي ومع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. تمام. فطلع وانهى الكلام. انا بيعجبني اللاعب ده اللي هو كلمه ونص ونخلص. انت لاعب كوره، وظيفتك كوره. الحاجات اللي بره دي بترد، هو سؤال جواب، خلصنا بقى، مش حوارات بقى وهري كتير في الفاضي. اخر حاجه بقى الموضوع اللي اتمنى ما نتكلمش فيه تاني. الحمد لله كهربا النهارده اتحول له 25 مليون جنيه مصري. اتحولوا له من مين؟ من اداره النادي الاهلي. بتوع ايه؟ بتوع اولا مستحقات لكهربا قديمه، فلوس قديمه لكهربا، وعقد كهربا للسيزون الجديد، ومعاها تقريبا فلوس زي امتيازات. المهم ان هم عاملين حوالي 25 مليون جنيه. فطبعا كهربا هيكمل على دول ويسدد الغرامه بتاعته، لانه مش هينزل زي ما قلنا، مش هينزل ارض الملعب ومش هيلعب مع النادي الاهلي غير لما يسدد الغرامه المستحقه الى الان. هتقول لي في طعن بالتزوير؟ لا، مفيش طعن بالتزوير. طب ممكن يبقى في طعن بالتزوير؟ ممكن، بس الى الان الاجراء لحد دلوقتي ايه اللي حصل؟ ان كهربا لازم يسدد الغرامه بتاعته لنادي الزمالك. اخر حاجه بقى حابب ان انا اقولها لك وهو سافيو، برونو سافيو، صفقه النادي الاهلي. برونو سافيو لعب مع النادي الاهلي تقريبا 6 مباريات، ما كانش تقريبا بديل غير في ماتش تقريبا اسوان نزل بديل. اللاعب بيلعب بشكل كويس جدا والامور بتاعته ماشيه طبيعيه. النادي الاهلي كمان جايب لبرونو سافيو مترجم خاص، لان طبعا انتوا عارفين ان البرازيليين بيتكلموا برتغالي، فهم جايبين له مترجم برتغالي تقريبا. ده مع برونو سافيو في اي حته، يعني برونو سافيو لو راح الشرقيه مع اكرم توفيق هيروح مع الشرقيه. تمام. فالراجل ده معاه دايما، وده مسهل عليه امور كتير. وكمان ان النادي الاهلي وفر له كمان ان يجيب له اسرته، فدي برضه كانت حاجه كويسه في الفتره دي، في فتره ان هو لسه جاي واسرته تيجي، لان ده حق مشروع ليه يعني. واهم حاجه بقى ان هو دلوقتي حاليا بياخد دروس خصوصيه او كورس اونلاين يعني لتعلم اللغه الانجليزيه، وانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. حاجه كويسه جدا. هيعرف يتواصل ممكن مع مارسيل كولر، وهيعرف يتواصل برضو مع بعض لعيبه الاهلي اللي بتجيد الايه اللغه الانجليزيه يعني، والدنيا هتبقى بسيطه. طبعا لغه الكوره مفهومه، هم في الملعب هم بيفهموا بعض، لان لغه الكوره مفهومه ما فيهاش فيها ايه، ما فيش فيها كلام يعني. وبس يا صاحبي، هي دي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده، واشوفك في حلقه جديده. وما تنساش لو انت مش مشترك في القناه تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت ما دوستش لايك انزل دوس لايك دلوقتي. وما تنساش تصلي على النبي، واشوفك على خير يا صاحبي في فيديو بكره ان شاء الله. سلام.